يسعد مساكم أحلى متابعين، أهلا وسهلا فيكم في قناة سفرة هبة. وصفتي لكم لليوم هي زبدة الفستق أو زبدة الفول السوداني. حنعملها بكل سهولة في البيت بدون ما نضيف أي زيوت أو سكر أو أي مواد ضارة. وزي ما بتعرفوا زبدة الفول السوداني كتير مغذية ولذيذة، وحتطلع معنا أروع من الجاهزة وأفيد وأوفر كمان. قبل ما أبدأ الوصفة بليز ما تنسوا اللايك للفيديو. وهلأ يلا نبدأ وصفتنا. المكون الأساسي طبعا هو الفول السوداني. حاستخدم 300 جرام. أول خطوة حنعملها إنه حنحمصه على نار هادية. ضروري تحمصوه على نار هادية مشان تحصلوا على أفضل نتيجة، لأنه ما بدنا إياه ينحرق طبعا. وحقلبه من وقت للتاني. على نار هادية حياخد معنا تقريبا 15 دقيقة. لما يبدأ يتحمص حتلاحظوا إنه القشرة بدأت تنفصل عن الحبة. هيك أنا شايفة لونه حلو، تحميصته ممتازة. خلص هلأ بنطفي النار وبنسيبه يبرد مشان نقدر نرفع القشرة بسهولة. هلأ عندي الفستق برد. شايفين كيف بتفصل القشرة بكل سهولة. حقشره كله ونشوف الخطوة التانية. بعد ما قشرته هاي الكمية زي ما انتو شايفينها، هلأ بدي أطحنه. عندي هنا مطحنة القهوة، كتير ممتازة لطحن الفستق. طبعا لأنها صغيرة حطحنه على دفعات. زي ما انتو شايفين أولها الفستق بتكسر، بعدين بتفتت كتير ناعم، بعدين بصير مثل العجينة. شايفين لسه جامدة وناشفة. ححركها بهذا الشكل. بعدين ححط رشة بسيطة من الملح وحرجع أطحن. هلأ مش حقطع الفيديو، حخليكم تشوفوا بالضبط القوام كيف بصير. شايفين كيف بدأ يصير سائل. بنكمل لغاية ما يصير كله قوام واحد وبصير كتير ناعم. أفرجيكم هلأ كيف صار. شايفين كتير كتير ناعم، وما ضفنا عليه ولا نوع زيت. طبعا إذا أنتوا بتحبوا يكون خشن ممكن تطحنوه خشن، يطلع لكم هيك قطع فستق جوات الزبدة. هلأ حضيف معلقة عسل عليه مشان أحلي الطعم. طبعا بتعطيه فايدة أكتر، بس اللي ما بده يحليه ممكن يسيبها زي ما هي. بحركهم مع بعض وهيك صارت جاهزة. طبعا هاي الكمية هلأ بفضيها في صحن وبكمل أطحن باقي الفستق. بعد ما طحنت كل الكمية رجعتهم كلهم على المطحنة وطحنتهم طحنة أخيرة مع بعض، وطلعوا لي بهذا الشكل. وهاي الكمية من 300 جرام فستق، كتير كتير رائعة.
وبتقدروا تدهنوها على الخبز بهذا الشكل. على الفطور بتكون كتير رائعة وممتازة، طبعا كتير طيبة. ممكن تاكلوها سادة هيك على الخبزة، أو تحطوا كمان شوية عسل أو مربى. ولا أطيب من هيك. ممكن كمان تستخدموها في وصفات الحلويات المختلفة. إن شاء الله حاعملكم وصفة بزبدة الفول السوداني وحتعجبكم كتير. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفة اليوم. ألف صحة وهنا، وأشوفكم إن شاء الله في وصفات جديدة. تحياتي لكم، سفرة هبة.